مرحبا. شلونكم؟ شتيتوا اكيد يعني بلا صياح. السلام عليكم، معكم نبيل من قناة نينو كينجدوم. لا مو نينو كينجدوم، خلاص بدلنا نينو كينجدوم، صارت من الزمان الماضي، هلا صار اسمها نينو. اليوم حنحكي عن تطبيق فجر الساحة باليومين الماضيين اللي هو ثريدز. هذا التطبيق خلص هو اللي حيفجر تويتر نهائيا. ليش؟ حنحكي بقلب الفيديو هذا. اول شيء اليوم عندنا بطلين بهاي الفيديو اللي هن ايلون ماسك ومارك زوكربيرج. كثير اسمه صعب، لحدا يناقشني انه لفظه لانه كثير اسمه صعب. هدول الاثنين صارت قصص بيناتهم عجيبة جدا. أول قصة صارت معهم اللي ب 2016. طبعا حتقولوا لي شو جابنا ب 2016؟ نحن بنحكي عن 3. جايكم بالحكي نمشي خطوة خطوة مشان نفهم القصة كاملة. اوكي ب 2016 مارك قرر انه بده ينشر اقمار صناعية بالفضاء، يعني اكيد مو بالمسبح، فاستعان بشركة ايلون ماسك اللي هي سبيس اكس. ولكن نتفاجأ انه انفجروا الاقمار الصناعية قبل ما يطلعوا على الارض. كانت هي الشغلة بمثابة شرارة مشان يبلشوا هدول الاثنين اللي هن ايلون ماسك ومارك هارلون مدري شو اسمه بدهم يتقاتلوا. بعد 2016 وبعد هي المشكلة كلها اجينا ل 2018 المشكلة الكبيرة اللي صارت بشركة ميتا اللي هي صاحبها مين؟ مارك. اللي هي انه اكتشفوا انه فيسبوك بتبيع بيانات الاشخاص لاشخاص ثانيين. ب 2018 صار هي الفضيحة بميتا. كانت هي نقطة لصالح ايلون ماسك اللي استغلها بانه اشترى تويتر. طبعا حتقولوا لي شو علاقة تويتر بثريد؟ ثريد وتويتر تقريبا نفس الشيء، بس الفرق انه تويتر صاحبه ايلون ماسك وثريدز صاحبها مارك. ايلون ماسك من لما اشترى تويتر كان هدفه انه يفتح مجال كبير للحرية بالتعبير عن الرأي، فبالتالي ايلون ماسك لما اشترى الشركة تبع تويتر فتح هذا المجال. بس صار كمية الشغلات اللي تنطرح والمشاكل اللي تنطرح بقلب التطبيق هائلة جدا. يعني ما عاد صفي فلترة لأي كلام، يعني صرت بتقدر تحكي أي كلام، أي تنمر، أي شيء بتقدر تعمله على هي المنصة. قبل ما نكمل هون بدي احكي لكم شغلة، انه اي شركة من الشركات تمام مثل تويتر وميتا بيعتمدوا على العائدات اللي بيعملوها من الاعلانات. شركة فيسبوك طلعت السنة الماضية 116 مليار دولار من الاعلانات. طيب هي الاعلانات منين بتجي؟ من الشركات الكبيرة مثل مثلا بيبسي، KFC، هدول يعني هدول الشركات. طيب هدول الشركات وين افضل انه يعلنوا؟ بتطبيقات اللي فيها فلترة، فيها رقابة على الكلام اللي بينحكى، ولا بيعلنوه على تطبيقات ما فيها فلترة وما فيها حجب للكلام السيء وما فيها حجب للمحتوى السيء بشكل عام؟ طبعا حيختاروا انه يعلنوا بالتطبيقات اللي فيها فلترة وفيها حجب على الشغلات اللي ما لها منيحة والمحتوى السيء. طيب شو له داعي هذا الكلام؟ له داعي انه بسبب ايلون ماسك انه خلى حرية التعبير عن الرأي مفتوحة عند العالم، رجع هذا الضرر على شركة تويتر، لانه صارت الشركات قليل ما تتعامل مع تويتر وبالتالي حتقل الارباح. بسبب انه قلت الارباح رجع ايلون ماسك شو صار يعمل؟ قال لهم اي حدا بده يتوثق على تويتر لازم يدفع مبلغ فلاني منشان يتوثق، منشان انه يعادل الخسارة اللي عم بيخسرها بالاعلانات. سوى هي الشغله. هذا كلياته صار تقريبا بال 2018. هلا بنيجي ل 2023 قبل بيومين اجا مارك عمل حركه مميته جدا لايلون ماسك. يعني خلص بدهم يمحيه، قرروا يمحيه، بدهم يتقاتلوا من كثر مواصلات بيناتهم الشيطان والرجيم، مشاكل بيناتهم كثير. قرر ب 2023 مارك انه ينزل التطبيق اللي حينهي ايلون ماسك وتويتر اللي هو ثريدز. تطبيق خلى العالم كلها تتقاتل مقاتلة لحتى تفوت على هذا التطبيق. طب ليش؟ برأيي انا صراحة فتت لجوا انبسطت فيه. بتقعد بتتصفح بشكل عام جدا، مو مثل الانستغرام بس اللي متابعه بيطلع لك والله انه شو حاطط، في حاطط شيء انا متابعه بقدر اشوف هذا الشيء، ما بيطلع لي اي شيء مثلا عن عالم ماني متابعه. على عكس الثريد
اللي خلى انه كل العالم اللي ما كان متابعه واللي متابعه تعرف شو عم بيكتبوا. يعني صار فيها مثل الفور يو بيج تبع التيك توك. يعني تطبيق اخذ 3 شغلات من 3 تطبيقات عملاقه، بالتالي حيصير هو عملاق مثلهم. ليش الدعم الكبير اجى من انستغرام؟ صاروا يبعثوا كروت دعوه بالانستغرام مشان انه انت تروح تحمل التطبيق. تخيل قديش صار يعني دعم كبير من انستغرام لهذا التطبيق. وشغله ثانيه انه بتقدر تشارك شغلات من ثريد بطريقه كثير بسيطه وكثير سهله على انستغرام. بالتالي صارت النتيجه 1-0 لمارك. هلا متوقعين الرد اللئيم من ايلون ماسك. برأيي انا وصراحة الثريد حيدمر الساحة بالايام الجاية. ولو منكم وصلنا لنهاية الفيديو، اذا عجبك الفيديو لا تنسى تعمل مليون لايك، والى اللقاء، مع السلامة.